انطلقت مؤخرا أشغال تأهيل ملعب أدرار في أكادير بميزانية قدرت ب45 مليون دولار، أي ما يعادل 5% من إجمالي ما رصدته المملكة لتأهيل ملاعبها قبل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ومن المنتظر أن تشمل الأشغال تجديد العشب الرئيسي وملاعب التدريب، بالإضافة إلى تحسين السياج الخارجي وأنظمة الإنارة. كما سيتم تجديد مواقف السيارات المخصصة للملعب وإقامة نوافذ لبيع التذاكر في محيط الملعب. وقررت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس إغلاق ملعب أدرار بمدينة أكادير قصد إخضاعه لأشغال الصيانة والإصلاح استعدادا لاحتضان المغرب لنهائية كأس إفريقيا وكأس العالم. وسيخضع ملعب أدرار لأشغال كبيرة ستهم تجديد جميع مرافقه الحيوية، غرف تبديل الملابس والقاعات والمسالك والممرات وأرضية الملعب والمنصة الرئيسية ومنصة كبار الشخصيات. كما ستعتمد شركة سونارجيس على تركيب سقف جديد لتغطية الملعب، ستهم الإصلاحات أيضا الملاعب الملحقة الخاصة بالتدريب، حيث سيتم تجهيزها بالشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات فيفا. هذا وسيضطر نادي حسنية أكادير إلى إنهاء البطولة الاحترافية خارج مدينة أكادير، شأنه في ذلك شأن اتحاد طنجة والجيش الملكي.